الجنيه المصري ينخفض أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى 47 جنيه و15 قرش في البنك المركزي المصري. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في حلقة جديدة من قناتنا. النهاردة نتكلم عن حركة الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم بعد ما حصل تغيير بسيط في بعض البنوك المصرية، والكل بيسأل هل الدولار رايح للارتفاع ولا هيفضل ثابت. خلينا نشوف سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم. ارتفاع بسيط لا يتعدى القرشين في شوية بنوك زي بنك الإسكندرية والمصرف المتحد والمصرف الخليجي، مقارنة بأسعار امبارح. أما في الأسعار كانت في البنك المركزي المصري 47 جنيه و15 قرش للشراء، 47 جنيه و28 قرش للبيع. أما في البنك الأهلي المصري سعر الدولار وصل 47 جنيه و19 قرش للشراء، 47 جنيه و29 قرش للبيع. أما في بنك البركة وصل الدولار 47 جنيه و15 قرش للشراء، 47 جنيه و25 قرش للبيع. يعني نقدر نقول إن السوق مستقر نسبيا مع حركة بسيطة في الأسعار وسط ترقب لأي تغيرات جديدة في سعر الدولار خلال الأيام اللي جاية. قولونا في التعليقات أو في الكومنتات، الدولار هيكمل صعود ولا هيهدى شوية؟ متنسوش تعملونا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتنا. سلام.